ناس كتير مننا وهي مسافرة للصعيد بتتفاجئ بالمنظر ده. بيشوفوا هرم على شكل مصطبة أول مرة يشوفوه في حياتهم، ويمكن شافوه قبل كده بس ما عندهمش أي معلومة عنه. فإيه هو الهرم ده؟ ومين بناه؟ وهل ده شكله الحقيقي؟ وليه مبني في المكان ده بالذات؟ أولا، الهرم ده هو هرم ميدوم. وميدوم هي قرية تابعة لمركز الواسطة في محافظة بني سويف في وسط مصر. الهرم ده ابتدى بنايته في عهد الملك حوني آخر ملوك الأسرة الثالثة، وتم استكمال بناء الهرم في عهد الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة، وهو أول بناء يقيمه الملك سنفرو بعد اعتلاء عرش مصر. والمميز في هرم ميدوم إنه ما بياخدش الشكل الهرمي اللي احنا اتعودنا عليه في كل الأهرامات، بل هو على هيئة مكعب أو مصطبة كبيرة وبتحيطها الرمال من كل ناحية. هل كان في مدينة في المكان ده؟ الإجابة لا، ما كانش في مدينة في المكان ده، لأنه باختصار المكان ده ما كانش مخصص لبناء أي قبور ملكية. طيب ليه تم بناء الهرم في المكان ده؟ تم بناء الهرم في المكان ده لسببين. السبب الأول إن المكان ده كان قريب من العاصمة المصرية القديمة اللي هي منف، فكان مكان مناسب للملك. تاني حاجة لأن المهندسين اختاروا المكان على أساس إن هو هضبة صخرية هتستحمل بناء الهرم عليها. المميز كمان في هرم ميدوم إن الهرم ده كان هيتبني على الطريقة المتعارف عليها زمان، اللي هو الهرم المدرج، كان هيبقى زي هرم زوسر المدرج. لكن التوقف المستمر في بناء الهرم ده خلى الهرم ده كمرحلة انتقالية ما بين الهرم المدرج زي هرم زوسر والهرم الكامل زي هرم خوفو. وكمان في بعض التعديلات اللي دخلت على الهرم ده، زي حجرة الملك مثلا. لأول مرة حجرة الملك كانت داخل الهرم، ما كانتش تحت الأرض. وفي بعض العلماء شايفين إن هرم ميدوم أصلا من الأهرامات اللي حصل لها انهيار في عهد الأسرة المتقدمة. لكن علماء تانيين شايفين إن لا، إن الهرم ده أصلا انهار أثناء، يعني الطبقة الخارجية بتاعته انهارت أثناء بنائه في عهد الملك سنفرو. وده اللي خلى، والدليل على ده إن هم بيقولوا إن جدران المعبد الجنائزي اللي حوالين الهرم مش موجود عليه أي كتابات أو موجود عليه أي رسومات. وده اللي خلى الملك سنفرو نفسه يسيب الهرم ده ويتوجه لبناء الهرم المائل في منطقة دهشور، الهرم المائل والهرم الأحمر اللي أصبح مقبرته بعد كده. لكن العلماء اجتمعوا ان الملك سنفرو من اعظم البنائين في تاريخ مصر، او اعظم البنائين في تاريخ مصر، لانه بنى 3 اهرامات بعد هرم ميدوم.